سُحبت قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية مساء اليوم الأربعاء في القاهرة، وأسفرت عن وقوع فريق بيراميدز فمواجهة نظيره فريق مارومو جالانتس الجنوب إفريقي. وكانت أبرز المفاجآت في الكونفدرالية هي خروج العملاق الكونغولي مازيمبي من دور المجموعات باحتلال المركز الرابع والأخير من المجموعة الرابعة. وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي الكونفدرالية على النحو التالي: بيراميدز ضد مارومو جالانتس الجنوب إفريقي، اتحاد المونستيري التونسي ضد أسيك ميموزا الإيفورا، اتحاد العاصمة الجزائر ضد الجيش الملكي، ريفرز يونايتد النيجيري ضد يانغ أفريكانز التنزاني. وتأهلت 8 أندية لمنافسات دور الثمانية، وهي ريفرز يونايتد نيجيريا، نادي الجيش الملكي المغرب، اتحاد المونستيري تونس، أسيك ميموزا كوت ديفوار، مارومو جالانتس جنوب إفريقيا، يونغ أفريكانز تنزانيا، بيراميدز مصر، واتحاد الجزائر. وبيراميدز استطاع التأهل بعد الفوز على فيوتشر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدفين دون رد، فالتي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي، ليحتل وصافة المجموعة الثالثة. أول نصف نهائي، الفائز بالمباراة الرابعة نيجيري ريفرز يونايتد والتنزاني يانغ أفريكانز، مقابل الفائز بالمباراة الأولى بيراميدز ومارومو جالانتس من جنوب إفريقيا. نصف النهائي الثاني، الفائز بالمباراة الثانية اتحاد المونستير التونسي وأسيك ميموزا من كوت ديفوار ضد الفائز بالمباراة الثالثة اتحاد العاصمة والجيش الملكي المغربي. ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي يوم 23 من أبريل، على أن تقام مباراة الإياب في 30 من أبريل، بينما تقام إياب نصف النهائي في 14 من مايو، تليها مباراة الإياب يوم 21 من مايو. تقام مباراة الذهاب من الدور الأخير من كأس الاتحاد الأفريقي يوم 4 من يونيو 2023، فيما ستقام مباراة الإياب يوم 11 من يونيو.